الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد هو أصحابه، اخزر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا في الجنة، أنا أويس القرني. خزروا الصحابة لبعضهم، اشكون أويس القرني هذا؟ ما نعرفوش، أول مرة نسمعوا به. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجل من اليمن، لا شفت ولا شافني، لا نهار تقابلت أنا وياه ولا هو نهار تقابل معاي. ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال لهم كان قابلتوه السيد هذايا اطلبوا منه، حاولوه باش يدعي لكم، راهو الدعوة متاعه مستجابة. من بعد فترة مات الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد مرة في الحج خزر عمر بن الخطاب ويلوش فيه، قال لهم فماشي واحد اسمه أويس القرني يعمل هكا، فما واحد قال لهم راهو أنا نعرفه، راهو السيد هذاك ولد أختي. قال له راني نلوج عليه عندي 15 سنة. قال له كي ترجع قول له راهو عمر أمير المؤمنين راهو حاجته بيك يلوش فيك. من بعد سنوات جاء أويس القرني هذا مشى للحج وتقابل هو عمر بن الخطاب. خزر عمر قال له أنت أويس القرني؟ قال له إيه. قال له عندك أمك ماتت؟ قال له إيه ماتت. قال له كيفاش عرفت اليوم ماتت؟ قال له راهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا راك أنت بار بالأم متاعك وما تسيبهاش جملة وما حبيش تجي للحج وتخليها وحدها أمك، راهو الرسول بشرك قال لك راك مش تدخل الجنة. يا ولدي مركز معايا في القصة هذيا، الرسول صلى الله عليه وسلم تصور الرسول يحكي عليك انت، تصور الرسول يقول عليك انت مش تدخل الجنة، انت اللي تفرج في الفيديو. معناها هذا ايش عامل هذا باش الرسول يبشره. ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر وعلي بن ابي طالب كبشوا فيه خليه يدعي لكم. هذا باش يدعي لزوز مبشرين بالجنة، هذا من اليمن. اي هذا على خاطر بارب امه ريت الام يلي تقول لها اف وتفوع عليك ويوصل حتى يقتل امه، وريت الام. كان تعملوا مزيه طلعوا لي الفيديو هذايا، بارتاجيه ل10 من الناس 30 من الناس، اعمل قلب كومنتير، وربي يبارك فيكم وربي يحفظكم.